مشاهدينا صباح الخير وصباح الخير يا مصر. موعد حضراتكم مع الصحافه التحليليه. نرحب بكم نرحب بضيفتنا الكريمه العزيزه الاستاذه الدكتوره رشا سمير، الروائيه الكبيره والكاتبه الصحفيه. دكتوره رشا صباح الخير. صباح الخير. محيي الاناق يا دكتوره. ربنا يخليك يا فندم. بعد ما عندك يعني بنتناول بعض الصحف العناوين الصادره في صحف مصر الصادره في هذا الصباح اليوم الجمعه 21/7/2017. اسمح لنا مباشره ندف مع حضرتك بجريده الاهرام من المانشيتات التي تصدرت الصفحات الأولى لهذه الجريدة. السيسي يقول حريصون على ترسيخ دولة القانون والفصل بين السلطات، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة ومبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور، مشيدا بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري. كيف تقرأين هذا الخبر دكتور؟ والله يعني اقرا دايما حرص سياده الرئيس على اشياء كثيره جدا، وهو الحقيقه الرجل بيحاول في كل الجبهات. طبعا القضاء المصري طول عمره قضاء نزيه وقضاء شريف وقضاء له ماضي حافل، حتى لو احيانا يشوبه يعني بعض ان يكون في عناصر ممكن زي ما موجوده في اي مهنه ان ممكن يكون في عنصر خارج او غيره، ولكن الحقيقه دائما يعني الرئيس بيكون حريص على انه يرسخ فكره العداله والمساواه على كل المستويات على فكره، مش بس في القضاء يعني. فالحقيقه انا شايفه ان نتمنى ان زي ما سياده الرئيس بيسعى جاهدا الى ترسيخ هذا المبدا والفصل بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه، وده طبعا لازم يتم من خلال برلمان. المفروض ان البرلمان يتصدى لهذه او يتبنى هذا الراي ويعني يبلي بلاء حسنا يعني. فطبعا انا شايفه ان دائما وابدا الرئيس له راي ورأيه صائب، والحقيقه بيحاول وبيجاهد في على كل المستويات، ولكن يجب ان نعينه. يعني سيدنا عمر بن الخطاب نفسه قال كده يعني. صحيح. يعني كل واحد في مكانه لازم يعينه. ترسيخ دوله العداله ودوله القانون مهم جدا، ولو في اي حد خارج عن هذا المبدا يجب ان يحاسب يعني. سليم. يا ذكرتنا بالمقوله الشهيره لسيدنا عمر كان بيقول القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى اريح الحق عليه، وان وجدتم في خيرا فاعينوني. ده مساله الاعانه بالفعل. بنتقل مع حضرتك لجريده الجمهوريه. المانشيت الرئيس لها يقول حصار دبلوماسي على اماره الخيانه، مصر تمنع القطريين بدون تاشيره، والسعوديه تقول لن نتساهل مع تمويل الدوحه للارهاب، الامارات تقول لدينا تسجيلات تثبت تورط نظام تميم في قتل جنودنا باليمن. كيف تقرأين هذا الخبر؟ أنا شايفة إن قطر يعني في تسجيلات وفي أوراق وفي أشياء كثيرة جدا تدينها بالتعاون مع تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية في كل الدول العربية. نعم. أنا شايفة الحقيقة لازم يكون في حصار اقتصادي لدولة قطر قوي، ولازم إن الدول العربية كلها تقف وقفة رجل واحد وتتبنى رأي واحد. إن النهارده عشان يبقى في مطالب ال 12-13 مطلب إحنا لن نتنازل عنهم. طبعا في دول قالت إحنا ممكن نكتفي ب4-5 مطالب، ويعني نزلت المطالب من 13 إلى المبادئ الثابتة. نتمنى بقى ما تنزلش عن ال6، لان الحقيقه يعني انا يعني شايفه ان لازم يكون في وقفه قويه. مصر الحقيقه عامله مقاطعه بمعنى المقاطعه، ومقاطعه حتى انها تستمع الى الخطاب، وده شيء محترم الحقيقه جدا، لان هم حاربونا وهم بداوا بالحرب، وبالتالي احنا مش هنخضع لده. طبعا تورطهم في الارهاب يحتاج الى لجوء للمحاكم الدوليه. انا مش فاهمه ان ليه المحاكم الدوليه ما تقدرش تحاكم، يعني ليه ما بيحاكموش دوله او اماره احنا شايفين ان هي انفولد وثبت الحقيقه تورطها في الارهاب بالصوت والصوره وغيره يعني. وفي اليمن وطبعا ان هي بتمول سلاح وبتمول عربيات وبتمول كل حاجه يعني. فطالما في فلوس وفي حاجات بتدفع وفي حاجات فعلا مظبوطه على هذا الكلام، يجب ان تحاسب قطر يعني. الحصار الاقتصادي يعني ان احنا نحاصرها بكل شيء، هي بتعتمد على لا ترينه كافيا هذا الحصار الاقتصادي؟ انا شايفه ان هو الحصار لازم يكون شيء، حصار اقتصادي، حصار دولي، حصار من الدول العربيه. ما هو احنا النهارده ما نرفض طيران يروح ويجي، ونرفض دخول الغذاء ليها، ما هي معتمده على الغذاء في الامارات ومعتمده في السعوديه ومعتمده على يعني الشعوب العربيه اللي حواليها. ولكن فكره نبذها اقتصاديا وسياسيا هو ده، وتكاتف الدول العربيه انها تكون ايد واحده ومحدش يغير موقفه، هو ده اللي هيؤتي ثماره فعلا. انما فكره ان احنا نقول كلام وبعد كده ممكن حد يرجع فيه، ما هو ده هيخلي الموقف متذبذب. ما فهمتش موقف امريكا برضو من ان يروح الرئيس الامريكي يعمل يعني مع الخارجيه الامريكيه والبنتاجون لهم راي، والبيت الابيض كان في الاول له راي الى حد ما مختلف. الان ابتدى الارائين يتماهيا مع بعضهم البعض من اللين يعني. بالظبط كده. هو المصالح في السياسه تتصالح، وهي دي الماساه يعني. المصالح في السياسه تتصالح، ما هي كلنا عارفين كده. وبعدين اما نبقى احنا بنحارب دوله بتدعم الارهاب، وبعدين تروح امريكا تعمل برضو معاهده ضد الارهاب لمحاربه الارهاب. وده اللي كنت عايز اقول لحضرتك، هل توقيع امريكا مع الدوحه بيرفع
من اسهم الدوحه على المستوى الدولي، على مستوى القانون الدولي، انها وقعت مع امريكا اتفاقيه لعدم تمويل الارهاب ومكافحه الارهاب وهكذا؟ لا هو بيثير علامات استفهام في عند امريكا الحقيقه. مش عارفه يعني ده لا طبعا ما بيعليش اسهمها الحقيقه، لان موقف الدول العربيه كلها واحد والكلام ده مدعوم من صوت وصوره. ايه الجديد يعني موقف امريكا كده بيروح ويجي حسب برضه. ما فيش كلام ان القياده الامريكيه على الرغم من طبعا تغيرها، لكن امريكا ليها سياسه بغض النظر عن مين الرئيس اللي على راس هذه الدوله. هو بييسر سياسه، ممكن يكون هو له راي شخصي، ولكن الدوله ليها سياسه اخرى هي بتمشي مصالح الدول العربيه. والدول العربيه بالنسبه لها منطقه فيها كل الخيرات اللي يعني احنا العرب لو اتحدنا حقيقي يعني اتحدنا بشكل قوي. من السعوديه 460 مليار دولار يعني حضرتك يعني العرب كلها الحقيقه يعني واحنا على فكره اتحدنا قادر ان احنا خلينا نتخلى عن كل الدول الكبرى دي، ولكن اتحدنا بشكل حقيقي يعني. تمام. بس الموقف الامريكي من القضيه الا يحلحلها؟ يعني لفت نظرنا في كلمات بعض الدول الخليجيه تقول ان المشكله تحل في البيت الخليجي. هل يعني هذا استبعاد مؤقتا لمصر من الكلام، ام الكلمه لا نقف عند لفظها فقط؟ لا اعتقد ان المشكله تحل داخل البيت الخليجي، البيت الخليجي والنص على البيت الخليجي. هل هذا فيه استبعاد؟ لا يعني من وجهه نظري لا اعتقد ان في استبعاد لمصر، لان مصر يعني مع طبعا كامل احترامي لكل الدول العربيه، مصر هي تمتلك الرياده في المنطقه العربيه. طب لما لا يرعون في كلامهم او تصريحاتهم حتى دمج، لان مصر مش عايزين ندق على الكلام الصغير ده. ده كلام صغير. لا اعتقد ان ممكن يكون لفظ اعلامي، زي ما احنا احيانا هنا الاعلاميين عندنا بيتبنوا لفظ، وانا حضرتك كنا بنتكلم في حاجه زي كده، ان ممكن يكون لفظ اعلامي متبنيه. هل ده معناه ان الدوله متبنيه لفظ هذا الاعلامي؟ اعتقد ان الدوله سياستها حاجه ثانيه، مش هتحاسب الافراد كمان على كل واحد صاحب. انت ككاتبه صحفيه كبيره وروائيه ايضا لك خيال خصب في هذا، كيف مثلا ترعوي قطر وترتدع عن ما تقوم به من اتهامات موجهه من الدول الاربع لها؟ كيف احنا يعني احنا ازاي نردعها يعني؟ ما انا برجع اقول لحضرتك ان لازم يكون في موقف دولي، ولازم الدول العربيه جميعا تطالب بموقف دولي ضد قطر. الحقيقه انا شايفه ان طبعا يعني برغم ان لها علاقات اقتصاديه مع بريطانيا، مع المانيا، مع فرنسا، مع امريكا نفسها، على الاقل نقاطعها احنا كعرب، يعني احنا كعرب نقاطعها تماما، لان هي فكره ان هي عماله تثير البلبله، وقال انت بتموت ناس النهارده بفلوس الدوله يعني اللي هي اللي قد كده دي. فلا طبعا لازم يكون في مقاطعه عربيه، ولازم يكون في لجوء للمحاكم الدوليه في الكلام ده. لو ثبت تورطهم بالورق والقلم يعني لازم طبعا يحاكموا دوليا. وبعدين ما اكثر الانقلابات عندهم في قطر، يعني سهل جدا يصحوا الصبح ينقلبوا، هي بس الفلوس هي يعني ظابطه الميزان. من جريده الاخبار نتحول من جريده الاخبار، ويعني استقلاليه كامله للرقابه الاداريه في منع ومكافحه الفساد. يمكن نشاط ملحوظ جدا للرقابه الاداريه في اخر فترات، بصراحه نحييها ونثمن هذه الجهود. وافق مجلس الوزراء على تعديل احكام قانون اعاده تنظيم الرقابه الاداريه. تضمنت التعديلات النص صراحه على ان الرقابه الاداريه هيئه مستقله تتبع رئاسه الجمهوريه، ومنحها مشروع القانون الشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والفني والاداري. يعني ده حاجه جميله خالص. والله انا يمكن اتكلمت في موضوع الفساد ده حوالي مثلا 9000 مره من يوم ما بدات اكتب يعني. ده صحيح. الحقيقه انا شايفه ان آفة مصر الفساد، ومصر مش هتقوم الا بعد القضاء على الفساد. فساد مالي اداري، فساد مالي واداري واخلاقي. طبعا الاخلاقي ده احنا مسؤولين عنه، لان احنا يعني الاخلاقي ده منا فينا كده، ولكن الحقيقه الفساد المالي والاداري اودى بكل مؤسسات الدوله الى الجحيم يعني. لان كل واحد بيعمل على مزاجه، وغير السرقه الماليه بيبقى فيه فساد اداري، والفساد اداري برضه بياخد المؤسسات دي وينزل. طيب اسمعنا نتوقف هنيها نتعرف كده على اخر الاخبار السياسيه من استوديو الاخبار، ونواصل اللقاء مع حضرتك مره ثانيه. مشاهدينا نتحول بحضراتكم من هنا الى استوديو الاخبار، الوقوف على اخر الاخبار السياسيه مع الزميله الاعلاميه ادا ابراهيم والاعلامي علاء ترجمه لغه الاشاره. كونوا معنا. مشاهدينا نجدد لكم التحيه وصباح الخير يا مصر، محطه الصحافه التحليليه، ومعنا نجدد تحيه ضيفتنا الكريمه الاستاذه الدكتوره رشا سمير، الروائيه الكبيره والكاتبه الصحفيه. مرحبا بحضرتك مره ثانيه يا دكتوره رشا. اهلا بيك. كنا بنتكلم قبل استوديو الاخبار على الرقابه الاداريه ومنحها الصلاحيات، وانها تخضع لرئاسه الجمهوريه مباشره. كان حضرتك الكلام عن الرقابه الاداريه. الحقيقه انا طالبت بالموضوع ده الحقيقه في اكتر من مقال ليا، ان لازم الرقابه الاداريه تبقى داخله يعني راجعه لمؤسسه الرئاسه دايركت، لان الحقيقه عشان ما يبقاش النهارده هو خايف من منع او منح او غيره،
فلازم يبقى المنح والمنع ده في ايد الرئاسه. طبعا انا عارفه ان في كم فساد في مصر غير طبيعي، وفي كم قضايا فظيع جدا، وعدد الضباط الحقيقه اللي في الرقابه مش ملاحق، لان انا يعني يمكن تعاملت مع ناس منهم وشفت ناس منهم كتير، ولينا اصحابنا بيشتغلوا هناك وكده، انما بيبقى الضغط عليهم ضغط شديد جدا. مطلوب ان احنا طبعا ان نزود عدد الضباط دول، وان يبقى في الحقيقه ردع في التعامل مع كل حاجه. يعني عدد القضايا طبعا هي واضح ان القضايا كتير جدا، ولكن مثلا عند حضرتك في الصين اللجنه المركزيه لفحص الانضباط على الحزب الشيوعي في الصين مسكت حوالي مليون وشويه قضيه في 4 سنين، وتم تحويل بالظبط 1.2 مليون شخص للسجون بسبب الرقابه. مليون و200 ألف. يعني انت متخيل حضرتك الرقم ده في 4 سنين، منهم وزراء ومنهم محافظين ومنهم سياسيين. انما فكره بس على عدد سكان الصين ربما يبدو رقم بسيط شويه. عدد سكاننا ما شاء الله مش قليل يعني على عدد القضايا اللي عندنا، لكن فكره ان دايما يكون يعني ان يبقى في ريبورتنج على طول للرئاسه ده مهم جدا، عشان ما يجيش التليفون بتاع معلش القضيه دي نيمها بتاع الكلام اتغير، لان سياده الرئيس مهتم جدا بموضوع الرقابه الاداريه ده. وانا الحقيقه شايفه ان احنا لازم نعينهم، لازم يبقى في ان احنا اللي بيروح يقدم معلومه نطمنه ونبقى قادرين نحتضنه وقادرين نسمع منه وما يتضرش يعني في مكانه. طب هو ليه الاجهزه الرقابيه في الوزارات المعنيه والمؤسسات الحكوميه ما بتشوفش شغلها يعني؟ الاجهزه الرقابيه اللي جوه المؤسسه نفسها هقول لحضرتك ببساطه يعني التموين هي جهه رقابه ايضا. هقول لحضرتك اي اداره مفتشين ومهندسين اي اداره قانونيه موجوده في اي شركه على راسها واحد بيقبض من رئيس الشركه. فالنهارده لما انت النهارده تقول يعني طبيعي جدا ان انت طالما بتقبض او بتاخد منحه او بتاخد مكافاه منه فلا هتقدر تضره ولا هتقدر يعني على طول هتبقى واقف في صف. فانما لما تبقى الموضوع للرئاسه على طول، فانا شايفه ده قرار من سياده الرئيس الحقيقه، قرار يعني انه جاد في محاربه الفساد. اتمنى ان تكون الدوله كلها جاده في محاربه الفساد، لان بحس ان هو بيبقى له قرار، ولكن يمكن يعني احنا هرجع اقول لابد ان نعينه في قراراته يعني. تمام. دايما لو رفعنا شعار من امن العقوبه اساء الادب يعني بالزبط. لازم نضرب بيد من حديد بالفعل على الفساد والفاسدين. عندنا خبر من المصري اليوم حضرتك بيتكلم على انه الخارجيه المصريه تحتج رسميا على التحذيرات الامريكيه من السفر الى مصر، حيث وجهت وزاره الخارجيه رساله احتجاج رسميه للولايات المتحده امس اعتراضا على بيان ارشادات السفر الذي تضمن التحذير من زياره مصر بسبب وجود تهديدات من جماعات ارهابيه وجماعات معارضه سياسيه عنيفه. ازاي بتقرا الخبر ده حضرتك؟ والله هو انا طبعا يعني الاستاذ احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجيه المصريه قال ان البيان ده اتقرا غلط، وقال ان البيان ده اتعمل قبل، يعني هو مش جديد، البيان ده اتعمل قبل كده، وان هو ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان هم قالوا ان مصر فيها اماكن حصل فيها شغب وحصل فيها ارهاب، وقالوا المناطق دي كانت فين. والقسم الثاني ده البيان هو الحقيقه المتحدث الرسمي باسم الخارجيه قال كده، وقال ان القسم الثاني الحقيقه وضحوا فيه ان احنا بس بنناشد الناس ان ياخدوا بالهم وهم بيسافروا لمصر. يبدو ان البيان تم تفسيره غلط، وده المتحدث الرسمي هو اللي قال الكلام ده، قال ان البيان ده ما فيهوش جديد، والبيان ده سبق انه اتكتب قبل كده. هذا لا يعني ان انا يعني مآمنه تماما للسياسه الامريكيه او انا شايفه ان هم ملائكه او غيره، لا طبعا ما فيش كلام ان مصر هي بسبب وقوفها النهارده والتصدي لكل ما يحدث في المنطقه العربيه، ان المنطقه العربيه ما زالت واقفه بسبب مصر مع يعني ما فيش احتجاج رسمي ولا حاجه على لا قيل ان هذا الكلام اتكتب قبل كده، واتكتب فيه اكتر من بيان، والبيان حصل له تحديث فقط لا اكثر. ولكن يمكن برضو المواقع الاخباريه والاعلام احيانا بياخد خبر ويلقط منه يعمل بروباجندا، انما هم نفوا ان حصل منع للسفر لمصر، الكلام ده ما حصلش يعني. تمام. لا مصر امينه باذن الله تعالى برجالها. اصل في حوادث فرديه بتحصل ما بتوصل في كل بتحصل في كل الدنيا، بتحصل في لندن وبتحصل في باريس بالعالم الغرب كله بالمناسبه. لو حصل جريمه قتل حصلت يحذروا رعاياهم بالظبط كده، ده طبيعي يعني بيضخموا الدنيا شويه لحد ما يعني. عندنا خبر من جريده الاهرام، استشهاد شاب فلسطيني ودعوات للنفير العام لنصره المسجد الاقصى. ففي الوقت الذي استشهد فيه شاب فلسطيني امس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مواجهه وقعت في بلده تفوع شرق بيت لحم، اقتحم عشرات المستوطنين في مجموعات صغيره ومتتاليه المسجد الاقصى المبارك من باب المغاربه. الاعتداءات على المسجد الاقصى يا دكتوره كيف تقرأيها؟ والله انا شايفه الموضوع ده في منتهى الخطوره ومنتهى الاهميه، في وقت غصب عننا انصرف العرب عن القضيه الرئيسيه وهي قضيه تحرير القدس. غصب عننا عندنا قضايا تانية كبيره، وعندنا حاجات الحقيقه يعني خلتنا ما نبقاش ملتفتين للقضيه دي، ولكن اعتقد ان هيحصل احتكاك قريب جدا. هم بيحاولوا عزل المسجد الاقصى. اللي حصل النهارده ان دائره الاوقاف الاسلاميه في القدس قالت النهارده الجمعه ان هي دعت كل المساجد على مستوى القدس ان هي تقفل، وان الكل يعني اللي
بيقولوا الخطب وكل رجال الدين يتوجهوا الى المسجد الاقصى للصلاه في باحه المسجد الاقصى ويقولوا خطبتهم هناك. فطبعا انا متخيله ان ده هيحصل احتكاكات الحقيقه ما بين يعني العدو هناك او الجيش الصهيوني هناك وما بين المصلين. وفكره ان هم عايزين يعني يعزلوا المسجد الاقصى او يحطوا ايدهم عليه، او شايف الحقيقه الموضوع محتاج وقفه اقوى من كده من الدول العربيه. يعني المسجد الاقصى الذي باركنا حوله يعني لا تقف عند نشجب وندين ونرفض. لا الحقيقه لا، واحنا طبعا مهتمين بحاجات ثانيه غصب عننا، ولكن دي القضيه الرئيسيه التي يجب الا نغفلها، لان هيحصل صدام وانا شايفاه جاي الحقيقه بسبب يعني الموضوع، يعني دول مصرين ودول مصرين، وما تقوليش عرقله حركه السلام. انا الحقيقه شايفه ان حركه السلام دي مكتوبه على الورق، ولكن فكره ان احنا هل في سلام حقيقي ما بين دول ودول؟ لا مش شايفه ده واقعي يعني. انا شايفه ان ده كلام احنا بنقوله على الورق وبنقوله في المؤتمرات وبنشجب ونندد، ولكن في الواقع ما فيش وقفه قويه ضد دول، وهم مستغلين الوضع وبيلعبوا هناك يعني. ولكن هيحصل صدام قوي، هيحصل صدام قوي، ما فيش كلام يعني. يا رب يعني الرسالة تصل للحكماء العرب ويتدخلوا على حقن مزيد من الدماء قد يحدث، وانتهاكات أخرى للأعراض والأراضي تحدث في الأراضي المقدسة. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا أنا اللي بشكر على حضرتك هذا اللقاء، وصباح الخير حضرتك، نورتنا في اللقاء ده. أشكرك يعني. مشاهدينا نشكر حضراتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفتنا الأستاذة الدكتورة رشا سمير، الكاتبة الصحفية الكبيرة والروائية على هذه الفقرة. ومعنا أيضا بعد الفقرة دي لقاء مطول عن مسألة المسجد الأقصى وما يتعرض له من اعتداءات على مدار الفترة المنصرمة. يمكن من ضمن صوتنا صوت الدكتورة رشا سمير فيما ذهبت إليه. لقاءنا مع الأستاذة الدكتورة هبة جمال الدين، خبير الشؤون الإسرائيلية ومدرس النظم السياسية بمعهد التخطيط القومي. لقاء ونوفيكم، كونوا معنا دايما. صباح الخير يا مصر.